عجائب الرؤى، اللي هو رؤية اللحمة الحمراء في المنام، اللحمة النية الحمراء في المنام. فستندهش عندما تعرف تفسير حلم اللحمة النية الحمراء. فحلم اللحمة الحمراء، طبعا احنا عارفين ان اللحمة دي نوع من انواع اللحوم اللي هي بنأكلها باستمرار. فهناك الكثير من الناس يرى هذه الرؤية وينشغل باله عندما يرى هذه الرؤية، هل هي رؤية تحمل في طياتها الخير أم هي رؤية تحمل الشر؟ فمن أجل ذلك أردت أن أعمل الحلقة دي خاصة للناس اللي بنشغل لما بتشوف رؤية اللحمة في المنام، حيث أن هذه الرؤية لها العديد من التفسيرات والدلائل، ليها العديد من التفسيرات والدلائل اللي هي اتفق عليها العلماء، علماء تفسير الأحلام. وهناك البعض اختلف معهم، حيث أنهم منهم من قال أنها دلالات خير، والبعض الآخر قال أنها تحمل دلالات شر. تمام؟ فسنجد في هذه الرؤية ما يدل على أن التفسير بيكون إيجابي، ومنها ما يكون سلبي، منها ما يدل على البشرى بالخير، ومنها ما يدل على غير ذلك. فمن خلال الحلقة بأمر الله تعالى سنعرف هذه الرؤية وما تحمله بالنسبة للبنت العزباء، بالنسبة للمرأة المتزوجة، بالنسبة للمرأة المطلقة، بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة الحامل، بالنسبة للشباب، بالنسبة لتوزيع اللحمة النية على وجه العموم. فهنبدأ معاكم في تفسير رؤية اللحمة النية الحمراء في المنام للبنت العزباء. إذا رأت البنت العزباء في المنام إن هي بتشاهد والدتها أو مامتها وهي بتشتري اللحمة، أو بتشتري عدد كبير من اللحمة الحمراء النية، وكانت البنت في الرؤية منزعجة، فهذه الرؤية تدل على أخبار ليست تبشر بالخير، طالما هي شافت إن كانت منزعجة أثناء شراء والدتها لهذه اللحوم. فالرؤية هنا بتدل على إن هي هتجي لها أخبار سيئة، أخبار لا تبشر بالخير. ولكن هذه الأخبار أو هذه الأمور التي تدل عليها الأخبار سوف تتخلص منها الفتاة قريبا بإذن الله تعالى. وإذا رأت البنت العزباء في المنام أنها تشاهد اللحمة الحمراء اللي هي النية طبعا، وبتحاول إن هي تبدأ في تحضير الطعام، تستعد لإيه؟ لطبخ هذه اللحوم. فهذه الرؤية هنا بتدل على إيه؟ على أن هذه الفتاة بتحضر في عمل، العمل ده شاغل تفكيرها بشدة، وسوف تنجح في هذا الأمر بأمر الله تعالى. ده بالنسبة لبنت العزباء عندما تشاهد إن هي بتحضر اللحوم دي للطبخ، بتستعد لطهيها، فهنا رؤية مبشرة بالخير إن هي قادمة على مشروع، والمشروع ده هينجح بأمر الله تعالى. وبالنسبة لتفسير مشاهدة اللحمة النية الحمراء في المنام للمتزوجة، إذا رأت المرأة في منامها أنها تشاهد زوجها بيأتي لها بكثير من اللحمة الحمراء النية، فهذه الرؤية عندما تراها هذه المرأة وهي سعيدة في منامها، فهنا الرؤية بتدل على خير، بتدل على خير وفير وخير كثير بأمر الله تعالى سوف يأتي لها ولزوجها بإذن الله تعالى في القريب العاجل بالنسبة للمرأة المتزوجة. وعندما تشاهد المرأة المتزوجة أنها بتجهز اللحوم، اشترت لحوم كثيرة وبتجهزها للطعام، فهذه الرؤية تدل على الرزق القادم لها ولزوجها بإذن الله تعالى. وعندما ترى المرأة المطلقة، تفسير مشاهدة اللحمة النية الحمراء في المنام للمرأة المطلقة، إذا رأت في منامها أنها تشاهد طليقها وهو يأتي لها ويجلب الكثير من اللحوم الحمراء النية ويعطيها لها، فهذه الرؤية تدل على الخير الوفير والرزق الذي سوف يأتي لهذه المرأة بإذن الله تعالى. وأيضا إذا رأت المرأة المطلقة في منامها أنها تبحث عن اللحمة الحمراء ولم تجدها بسهولة، فهذه الرؤية تدل أيضا على الخير الوفير والرزق
الذي سوف يأتي لها، ولكن يأتي بعد إيه؟ بعد قليل من الجهد والتعب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. طيب بالنسبة للرجل، تفسير رؤية اللحمة الحمراء في المنام للرجل إذا رأى في منامه أن امرأة ما هو ما بيعرفهاش، امرأة لم يعرفها، وادت له كيس، والكيس ده كان كبير وفيه لحمة، واللحمة دي حمراء ونية، فهذه الرؤية تدل على الخير والرزق الذي سوف يأتي لذلك الرجل بإذن الله تعالى. وإذا رأى الرجل في المنام بأنه بيبحث بكثرة عن صاحب اللحوم، عن الجزار أو القصاب اللي بيبيع اللحوم، ولكن وجدوا بعد صعوبة، ما وجدوش بسهولة، فهذا يدل على أن هذا الرجل سوف يبحث كثيرا عن الخير، وسوف يرزق الله سبحانه وتعالى به عن قريب بأمر الله تعالى. طب بالنسبة للمرأة الحامل، معنى رؤية اللحمة الحمراء في منام المرأة الحامل: إذا رأت المرأة الحامل في منامها أنها تقوم بعمل الطعام لطفلها وبتعطيه اللحمة الحمراء ويبدأ بتناولها، فهذا يدل على الخير الوفير والرزق الذي سوف يأتي لها ولبيتها بأمر الله تعالى. وإذا رأت المرأة الحامل أنها تشاهد زوجها وهو يعطيها اللحمة الحمراء النية ويعطيها الكثير من هذه اللحوم، فهذه الرؤية تدل على الرزق الذي سوف ترزق به هي وأسرتها بإذن الله تعالى، والله أعلى وأعلى. أما بالنسبة للشباب، رؤية الشباب، رؤية اللحمة النية الحمراء في الحلم للشباب: عندما يرى الشاب أنه يقوم بشراء كمية من اللحمة الحمراء ويبدأ في طبخها أو طهيها، فهذه الرؤية تدل للشاب على الخير الذي سوف يسعى له ويحصل عليه بأمر الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يوفقه في هذا العمل الذي يسعى له بإذن الله تعالى. وأيضا إذا رأى الشاب بأنه يبحث عن صاحب اللحوم اللي بيبيع اللحوم ويعصر عليه بعد جهد أو بعد تعب، فهذا يدل على الخير الوفير والرزق الذي سوف يرزق به هذا الشاب بعد عناء وتعب، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه ويعوض تعبه خير بأمر الله تعالى. أما بالنسبة لرؤية توزيع اللحوم في المنام أو توزيع اللحمة في المنام، اللحمة النية، إذا رأى أي شخص في منامه أنه بيبحث عن الجزار أو القصاب وبيشتري منه لحمة كثيرة، واللحمة دي نية طبعا حمراء، ويبدأ بعد أن يشتريها منه ويبدأ في توزيعها، بيوزع على ناس بكثرة، كل اللي مار في الطريق بيعطي له من هذه اللحوم، فهذه الرؤيا إن دلت فإنما تدل على الخير الكثير والرزق الذي سوف يرزق به صاحب المنام، سواء كان رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، أرملة، مطلقة، أي حد يرى هذه الرؤيا يعلم أن هناك خير ورزق قادم إليه في القريب العاجل بأمر الله تعالى. وإذا رأى الرجل في المنام أنه يشاهد امرأة ما بتوزع اللحمة، امرأة تقوم بتوزيع اللحمة الحمراء النية في منامه، فهذا يدل على الخير أيضا الذي سوف يرزق به هذا الرجل بأمر الله تعالى. فرؤية اللحمة الحمراء بالنسبة للرجل أو المرأة، الفتاة العزباء أو المطلقة أو الأرملة أو الحامل، رؤية جميلة جدا جدا عندما ترى هذه الرؤية اللحوم، وهي يعني بعد ما يراها الشخص في المنام ان هي بتستعد للطبخ او للطهي، يعني بتجهز للطعام، فهنا بتبقى رؤية بتحمل خير وتحمل رزق كثير لصاحب المنام بأمر الله تعالى. وهذا ما أردت أن أبينه لكم في هذه الحلقة، وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.